دي هتجربوها سريعه بقى وبتبوظ. جبنه موتزاريلا خطيره طعمها وهمي يا جماعه، لازم تجربوها. وعايزه اقول لكم الطبق ده بيتباع بره غالي جدا، تقدروا تعملوه في البيت وهيعمل لكم كميه اكبر بكتير. يلا اعملوا سيف وركزوا معايا بقى. دلوقتي دي فراخ متبله تتبيله تحت الفيديو تبقوا تشوفوها، وهنزل زيت زيتون يسخن وانزل عليه الفراخ بالصوص بتاعها كده، وافضل اقلبها كويس قوي ما تاخدش وقت كتير لحد لما تخش في السوا كده، وانزل عليها بعد كده بصلايه متقطعه صغننه واقلبها كويس قوي. مش عايزه البصله تدوب، لو عايزينها تدوب سيبوها شويه. ونزل بقى فلفل الوان نفس الحكايه، انا بحب الخضار كده بيقرمش، لو عايزينه يدوب سيبوه شويه كده. خلصنا خلاص. بصوا بقى مفيش اسهل ولا اسرع من كده. نجيب بقى طاسه وندهنها شويه زيت زيتون او زيت عادي، وبعد كده نحط العيش التورتيه وبس، نحط شويه موتزاريلا. يعني مش قادره اقول لكم بقى الجمال والحلاوه بصوا بقى عكسوا معايا، سهله بسيطه جدا. بصوا ما خدناش وقت خالص. حطيت الفراخ ونقلبها على الناحيتين وتاخد لون كده حلو وجميل، وبعد كده نقطعها بالشكل اللي بيبوظ ده. هما في المكسيك بيحطوا عليها